السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يوم جديد بفيديو جديد بروتين جديد، وروتين النهاردة كله حماس كله نشاط كله تشجيع. هخليكي تقومي، يعني هخليكي تقومي من مكانك، هخليكي تتنشطي. فيديو النهاردة بجد بجد والله حلو جدا. استغلي كده يومين الأجازة دول. في ان انت بقى ايه تعملي تنظيفات كده للشقة، عشان خاطر خارجين بقى من فترة دراسة، والجو كان شتا، وقاعدين بقى مع الولاد مذاكرة وامتحانات وكده اهو. وكمان عشان خاطر يومين الأجازة دول نعمل فيهم أي حاجة كده في الشقة، لأن خلاص يعني رمضان داخل علينا، كل سنة وانتم طيبين. وهيكون برضو في دراسة. وكمان انتوا عارفين ان الترم التاني بتكون المدة بتاعته قصيرة. طبعا بقى ايه هتذاكري الولاد، ولا تشوفي شغل البيت، ولا بقى هتبتدي تنضفي تنظيفات رمضان وكده. فاستغلي يومين الاجازه، وقومي كده شوفي اللي وراكي وتنشطي، وما تقعديش وما تقوليش ان هي دلوقتي اجازه بقى هاخد راحتي وانام واتاخر في النوم وكده. لا، قومي وتشجعي وشوفي اللي وراكي. اعملي لك كده كل يوم حاجه، احنا خلاص يعني الوقت خلاص بيجري بينا، فالحقي انجزي نفسك. انا برضو نفس الحكايه. قلت ايه استغل يومين الاجازه دول كمان، عشان خاطر ايه فرح اخويا قرب. عقبال كل حبايبكم يا رب، وعقبال ولادكم ان شاء الله. آه ف فقدامي كده كام يوم، وهروح طبعا ايه عند بيت بابا عشان فرح اخويا. فقلت برضو انجز نفسي واظبط حالي بقى، عشان خاطر قبل ما اروح عند ماما اكون سايبه الشقه بقى زي الفل، اللي هو خليها على سنجة 10. لان انا فرح اخويا هيكون في اول الترم التاني، فطبعا بعد ما هاجي بعد الفرح ما هيبقاش في وقت اعمل اي حاجه. آه كمان انا هروح قبل الفرح بكام يوم، هقعد عندهم هناك، عشان عارفين بقى الهيصه بقى بتاعه الافراح وكده بقى. انا اخت العريس يعني، ده انا لازم اروح من قبلها بقى، وهيصه بقى وزنبليطه بقى. وده اخويا الصغير بقى ما اقولكوش، احمد حماده. ف... فلازم بقى كده ايه اروح بقى من قبلها بكام يوم. وكمان انا اخته الكبيره، وفي برضو اختي تاني اكبر مني، بس يعني انا وهي الكبار. وفي برضو اخوات تانية يعني اصغر مني لسه برضو مع ماما طبعا، يعني بيساعدوها برضو كده. بس احنا لازم بقى نروح نشهيص الدنيا بقى. فقلت بقى قبل ما اروح اشهيص الدنيا هناك اشهيص شقتي الاول. وعايزاكم يلا تشهيصوني باللايكات والاشتراك و... وشير بقى للفيديو. تمام. اول حاجه كده بقى انا قمت بقى لميت الستاير و... وايه قلت بقى ايه افك برضو فرش الانتريه وكده، عشان خاطر اغسله، ما غسلتوش من ساعه ما جبته. وبعد كده لازم اظبط الدنيا، اهم حاجه النظام والتظبيط. احط المخدات وهي بيضه كده، شكلها زي الفل، الله اكبر عليها بصراحه. العيال مش هيسيبوها في حالها. فالمهم بقى ايه نسيت ان انا نشر غسيل على الحبل. قلت خلاص الم الغسيل بسرعه كده اهو، عشان خاطر انا هنفض الشبابيك فالتراب ما يجيش على الغسيل. فلميت الغسيل ولميت المشابك برضو بالمره. وانا النهارده مش هغسل الستاره اللي هي على الشباك من بره، اغسل الستائر اللي من جوه بس. تمام. لما احط الستائر بقى اللي هي بتاعه الشقه من جوه اللي انا لسه فكاها دي، ابقى اخلع على الستائر اللي بره دي، افكها واغسلها، لان هي بجد كانت مليانه تراب. ده انتوا هتشوفوا دلوقتي كميه تراب في الشباك، لان الاسبوع اللي فات ده كان كله تراب وكده. المهم بقى ايه رحت لميت الغسيل ولميت المشابك، ومش هطبق الغسيل. ليه مش هطبق الغسيل؟ لان كان ده الصبح بدري، واستغليت كده ان في حته من الشمس كده جايه، والبنات كانوا نايمين وياسين ما كانش هنا، كان مع باباه. فقلت ايه بقى استغل الوقت كده وانا لوحدي، آه، اخلص بقى جزء كبير كده من اللي ورايا، لان تطبيق الغسيل بياخد وقت. كمان التطبيق الغسيل ده لو انا اخر النهار كده عملت لي كوبايه شاي وقعدت اشربها، وحطيت الغسيل جنبي هطبقه. لكن انا عايزه انجز، عايزه انفض الشبابيك، عايزه امسح، عايزه اعمل اي حاجه كده ورايا قبل ما البنات ما يصحوا. قلت بقى ايه اشغل الغساله عشان خاطر انجز نفسي. وانتي برضو لما تيجي تشتغلي انجزي نفسك، شغلي الغساله. مع ان انتي بتمسحي حطي اكل على النار، بس توطيله شويه طبعا عشان ما يتحرقش، وروحي اعملي حاجه. انجزي نفسك كده اهو، يعني شغلي حاجتين مره واحده. حطيت المسحوق بتاع الاريال، وحطيت حبة صغيرين خالص من كلوروكس ألوان، بصراحة بينضف جدا وحلو جدا. ودوبتهم الأول، وبعد كده حطيت ايه فرش الأنتريه، قلت يتغسلوا
عقبال ما انا اخلص اللي ورايا. وجبت كده عند الحافظة، قلت بقى ايه المها، مرضتش انفضها هنا، قلت ايه اروح انفضها هناك يعني كده في الطرقة والمهم يعني على طول. تمام، وخليتها برضو على جنب عشان كنت هغسلها هي كمان. ورحت شلت بقى الكراسي كده من جنب الشباك خالص عشان افتح الشباك على الاخر، وابتدي بقى ايه انفض الشباك. هنا وانا بشيل الراديو، ايدي جت على على الراديو يعني، خلت اذاعة القرآن الكريم اتغيرت يعني. فقلت ايه ارجعها كده، لان صوت القرآن الكريم بصراحة جميل جدا، بيدي طاقة كده، وبيدي طاقة في المكان يعني. فرجعتها مكانها، فرجعت يعني الإذاعة تاني، وحطيته ايه بقى على جنب كده اهو. المهم جبت المقشة دي وابتديت بقى ايه اكنس التراب كله اللي على الشباك. الشباك ده على يعني بص كل الشبابيك بصراحة، التراب ده شتاء او صيف، ودايما بعمله كده وانتوا عارفين التراب يعني جديد ازاي، كمان احنا داخلين خلاص بقى على امشير، فبيبقى في برضو تراب وكده، بس هنعمل ايه، لازم ننضف. وبعدين التنظيف اللي هتنضفيه النهارده هيوفر معاكي للشهر اللي هو شهر شعبان يعني. فهيجي عليكي برضو كده ممكن آم، على اول رمضان كده تنضفي قبل رمضان بكام يوم، هيكون برضو التنظيف ايه خفيف عليكي. تمام، احنا دلوقتي في فترة اجازة، فهتقدري تنضفي وانتي ايه كلك طاقة، عن برضو ما يكون في دراسة وبتصحي بدري وبتروحي تودي الولاد وتيجي وكده، فدلوقتي احسن لك. المهم مسكت الشباك كله كده، آه، ظبطته. لو ما عندكيش المقشة دي عادي ممكن تعملي بالمقشة اللي احنا بنكنس بيها عادي يعني، هي حلوة برضو المقشة الناعمة. تمام، ايه حطيت بقى كده، خلصت الشباك يعني. وبعد كده قلت اروح اطلع الغسيل احطه في العصارة يتعصر، واحط يعني انا حطيت ايه الكرسيين والكوشن مع بعض والمفرش بتاع الترابيزة، وبعد كده هحط بقى ايه بتاع الكنب. تمام، هفتح المية ازود مية، وانا حطيت له من ده بيدي ريحة حلوة جدا، ده بدل البرسيل جل والاوكسي جل. التاني كان ب5 جنيه، ده لقيت الكيس ده ب2 جنيه وريحته زي الفل. المهم هي المية بتظهر في الكاميرا غامقة شوية. تمام، بس يعني هو مش كمية الوسخ دي يعني، بس هو كمان برضو بيبقى فيه تراب يعني وكده، بس هي المية بتبقى غامقة في الكاميرا. الكاميرا دايما بتغير الإضاءة سواء بتفتحها أو بتغمقها. المهم مسكت بقى الفوطة دي، بصي هي دي ميكروفايبر ماشي، بليتها مية كده اهو، ابتديت بقى ايه امسح بقى مكان التراب كل دوت. مسحت الحبال الأول، وبعد كده خدت بقى الشبابيك معايا بالإزاز بكده، لمعته بصراحة. دي ميكروفايبر، وهقول لكم هي أصلا كانت عبارة عن ايه. انتوا عارفين الدفايات بتاعة السرير اللي هي كانت من كام سنة كده، كانت مشهورة بان هي ب25 جنيه، هي دي اللي هي كانت مهير، كانوا بيقولوا عليها مهير تقريبا، مع الوقت كده كانت بتوبر. دي كان عندي واحد قديم وكده، وقصيت منه جزء عملته، يعني جوزي هو اللي عمله بصراحة، انا قصيته له وهو عمله ايه غطا كده لقفص العصافير، عشان يعني الجو برد عليهم واحنا بنحطهم بره الشقة وكده. بره الشقة على السلم مش في الشبابيك. ف فاض معايا جزء كبير، فقلت خليها برضو اعمل بيها حاجة تانية. فقصيت منها جزء صغير وجزء كبير، والجزء الصغير عملته امسح بيه الشباك، والجزء التاني همسح بيه برضو دلوقتي الحيطان. جميلة جدا جدا جدا، احسن ما تجيبيها من بره غالية. المهم البنات بقى كانوا صحي، قلت لهم خلاص تعالوا بقى ايه اعمل لكم لبن، وكنت جايبه لهم فينو كده افطرهم. انا بعمل لهم اللبن ساده، بس هم عايزين شاي بلبن، فقلت خلاص يعني كل فتره كده اعمل لهم مره. عندي تسابيح بتشرب اللبن بس ما بتحبش تفطر بيه، فانا ايه قلت خلاص اعمل لها نص كوبايه، عشان خاطر لما بعمل لها كوبايه بتسيبها. فقلت اعمل نص كوبايه كده يمكن ترضى تاكل ايه مع اخواتها. والله برضو ما شربتهاش، ما رضتش تشربها. هي بتحب تاكل فول ملوخيه رز مكرونه، فما رضتش تاكلها، فسخنت لها مكرونه محمره من اللي كانت قبلها بيوم. تمام، وحطيت كده الفينو، وحطيت عسل ابيض، وقلت اشوفهم هياكلوه ولا لا، لان هما بيحبوا العسل الاسود مش العسل الابيض. ف... فما كانش عندي عسل اسود، فقلت خلاص يعني اشوفهم هياكلوه ولا لا. ما عجبهمش. المهم بقى خلصت الشباك بقى وقفلت كده وكل حاجة. مسكت بقى ايه كده ايه، زقيت طبعا الكراسي انا كنت زقاها، زقيت الكنبة وابتديت اكنس ورا الكنب
عشان خاطر انضف يعني والم الزبالة. المهم دي الصغيرة اللي مسحت بيها الشباك، ودي الكبيرة اللي انا همسح بيها دلوقتي الحيطان. آه، جربوا المفارش ده، لو عندكم مفرش قديم قصوه كده، اعملوا قماشة للمطبخ، اعملوا بيه حاجة امسحوا بيها الحيطان، هتلاقوها حلوة جدا. جيت هنا البتاعة بتاعتي دي القماشة بتاعتها اتقطعت، فقلت خلاص احط لها الجزء دوت وابتدي امسح بيه. كانت حلوة جدا هي، بصوا عذبتني شوية بصراحة، بس هي حلوة في التنظيف، حلوة عملية. فابتديت بقى امسح بيها كده الحيطان كلها من فوق لتحت، ونضفته وخليتها زي الفل. هي الحيطان طبعا من فوق ما فيهاش اي حاجه وسخ، يعني ما بيبقاش فيها وسخ، بس بيبقى فيها تراب ناعم بتشوفيه لما بتقربي منه، او مثلا مع الوقت بتلاقي الحيطه غمقت، فاول ما هتمسحي التراب ده هيتشال، وهتلاقي الايه، الحيطان كده نورت ونطفت. ايدك في الشقه اول باول هتلاقيها دايما نظيفه ودايما حلوه، ودايما كده يعني حلوة في عينيكي منورة كده اهو. لكن هتسيبيها مع الوقت وهتقولي بقى امسحها مرة واحدة، لا هتتعبي وهتزهقي و... وهتاخد منك وقت طويل. انتي اول باول كده اهو، هاتي الحيطان من فوق لتحت، مش لازم يعني ترفعي وتدلقي ميه كتير. زي ما انتوا شفتوا انا مرضتش افك الشبابيك واغسل بميه كتير وكده، الجو برد، وانا بصراحه الايام دي هاخد اوضه اوضه، يعني كل اوضه لوحدها، عشان انا بنزل كتير زي ما قلت لكم فرح اخويا، وبنزل بقى اجيب حاجات بقى وكده، فايه هاخد اوضه اوضه. تمام. فمش هدلق ميه بقى في الارض، لا ده انا بالشرشوبه بس كده همسح، بس ايه، هنضف يعني بالمره تنظيف عميق يعني. بالنسبة للنيش أنا مسحته من بره بس، ما مسحتوش من جوه ولا نضفته، لأنه هياخد مني وقت طويل، وأنا مش عايزة أعمله اليوم ده. وبعدين النيش مقفول، فأعمله في وقت تاني لوحده، لكن أنا عايزة أخلص المكان المفتوح. يعني هي الأوضة دي أصلا آم، كل حاجة فيها لازم تتعمل النهاردة. ما ينفعش اعمل الشباك واسيب الحيطان، ما ينفعش اعمل الشباك واسيب الارضيه، فلازم اعملها كلها كمان، عشان عندي الصاله مفتوحه على الريسبشن، او الريسبشن يعني مفتوحه على الصاله. فكان عندي الصاله طبعا هروقها، بس مصورتهاش معاكم لان انا ما رفعتهاش، يعني هعملها في يوم تاني. ولسه بقى عندي الغدا وكده، فقلت ايه اسيب النيش بقى دلوقتي. ابتديت بقى ايه، امسح بقى كده ورا المكان ده بتاع الكراسي، فقلت امسح مكان الكرسي ورا الكراسي، عشان ايه، هزق الكراسي مكانهم، بس قبل ما ازق الكرسي لازم انفضه كويس. فالمهم مسحت كده الارض، ومسكت بقى الكرسي، نفضته كويس جدا جدا، مخليتش فيه اي حاجة، وابتديت بقى ايه ارجعه مكانه. نفس الحكاية برضو في الكرسي التاني. تمام. بس كل كرسي كنت بزقه لازم امسح ايه كده قدامه تاني، عشان خاطر وانا بزقه يعني ممكن اي حاجه يعني في رجلنا الكرسي كده اهو اتزقت معايا، فخلي بالك يعني من النقطه دي. ده الكرسي التاني بقى هبتدي برضو انفضه، وهرجعه برضو مكانه زي ما انتوا شايفين كده اهو. هبتدي بقى ايه ارجعه مكانه. نفس الحكايه برضو مكان ما زقته برضو هبتدي ايه بالشرشوبه كده هديله مسحة تاني برضو. وهنا برضو ورا الكنبة نفس الحكاية، هبتدي برضو امسح وهنفض الكنبة، وبعد كده ارجعها مكانها تاني. طبعا انا الحيطان كلها مسحتها من فوق لتحت كده، ما خليتش ايه اي حاجة. تمام، الا لما كله نضفته تنظيفة بقى كده ايه يعني، يعني بالمرة. تمام. هنفض برضو الكنبة كده اهو وارجعها مكانها تاني. اللي أول مرة يشوف القناة بتاعتي ما ينساش الاشتراك في القناة، ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني إن شاء الله فيديوهات كتير جاية كتير. واللي متابعني ما ينساش اللايك، عشان خاطر بيجيلي مشاهدات وما بقاش في لايكات كتير قد المشاهدات. فياريت ما تنسوش اللايك، عشان هو دوت اللي بيرفع الفيديو. وياريت شير الفيديو دوت لأصحابكم، عشان خاطر قناتي تكبر بيكم وأكون أحلى عيلة بإذن الله. المهم بقى كده ايه، كنت خلاص خلصت الكراسي، وزي ما قلت لكم ما خليتش اي حاجه غير لما مسحت يعني تحتيها وقدامها تاني. وبعد كده ايه، بصوا الكنب ده انا كنت حطاه في نص الاوضه عشان اعرف امسح امسح وراه. طبعا الولاد لما يجوا يقعدوا ولا اي حاجه في المكان ده، انا لازم احط لهم على الشلت دي مفارش يعني عشان يقعدوا عليها. بس احنا ما بنقعدش في الانتري كتير، يا اما بنقعد في الصاله يا اما بنقعد في اوضه الاطفال.
هبتدي بقى امسح كده اهو وانضف خالص وما اخليش اي حاجه في الارض وهمسح برضو الترابيزه زي ما انتوا شايفين كده بالفوط برضو. دي حلوه جدا 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 بصراحه. المنظر ده بصراحه جميل جدا ان انتي بترفعي و... وتمسحي، بيفكرني بالصيف كده. المهم بقى ايه، دخلت بقى كده كنت على الستاير حطيتهم في الغسالة. والستاير ما بغسلهاش في الغسالة، انا بنقعها بس عاملاها يعني كطبق كبير يعني كده بنقع فيه الحاجة. وبحط المسحوق برضو دوت، انا مش فاكرة والله كان اسمه ايه. المهم ممكن تجيبي برسيل جل او اوكسجين، الحاجات دي بتبقى ريحتها حلوه جدا. المهم بقى ايه كده، هزود الغساله ميه وهحطه ومش هغسل عشان الفرنشات دي كلها ما تتفكش معايا. ما تغسليش الستاير ابدا في الغساله، بس انا هنقعها كده قد ساعه. وطلعت طبعا الفرش بتاع الانتريه بعد ما اتغسل وشطفته وعصرته وكل حاجه. وهبتدي بقى انشره. الوقت ده ما كانش بالليل يعني، كان على وقت المغرب، قلب المغرب. بس انا يعني هي السما كانت منوره شويه، بس هي عشان العماير جنبي عاليه فما بتبينش الاضاءه يعني قوي، او يعني نور ربنا يعني. فابتديت بقى ايه انشره بقى كده، قلت اول باول كده واخلص ايه الحاجه اللي ورايا. لو انتي لسه قاعده لغايه دلوقتي يلا قومي بقى شوفي اللي وراكي، شوفي هتعملي ايه. اكتبي وحددي هتعملي ايه النهارده وهتعملي ايه بكره. ونظمي نفسك كده وكل يوم تعملي لك حاجه عشان الاسبوع اللي فاضل دوت تكوني ايه انجزت نفسك. المهم بقى ايه، كنت كده خلصت واتغدينا. وبعد كده قلت تعالى يا واد يا ياسين، ما بديهاش عند ما حد محوش، تعالى هات لنا كيس قهوه عشان انا كان بقالي كام يوم بصراحه مش عندي. وايه قلت خلاص اجيب بقى كيس النهارده. ده بن ابو عوف جميل جدا جدا جدا. كنت غاسله العلبه بتاعته وقلت ايه بقى احط يعني في العلبه بتاعته معاكم دلوقتي. وهبتدي بقى اعمل لي كوبايه قهوه كبيره كده تظبط دماغي. الكيس ده بقى ب35 جنيه. فلازم ايه نحلفه كده نفضيه خالص ما نخليش فيه اي حاجه. الوقت ده انا كنت ببص جوه الكيس وفضي، ابص جوه الكيس وفضي، كنت بضحك على نفسي. هنعمل ايه، الدنيا غاليه. شايفين بقى انتوا حتة السكر الصغيرة دي هي دي اللي بتظبط الكوباية. وانا بحب اشرب القهوة في الكوباية. هبتدي بقى كده اقلب كويس. ومع التقليب ببتدي ايه اضغط على يعني بعمل بالمعلقة كده بدوس عليها لورا عشان البن بيبقى ايه، يعني عارفين البن كده بيبقى عامل كلاكيح كده. فعشان خاطر لما احطه على النار فيكون دايب كده في بعض. يا رب تكونوا فاهميني. فيديو النهارده طويل شويه بس انتوا عارفين ان انا رغايه بحب ارغي معاكم. عندي مين تاني ارغي معاه، انا هرغي معاكم انتوا مش انتوا صحابي واخواتي وحبايبي. فالمهم عملت كده كوبايه قهوه حلوه جدا اتفضلوا معايا. وكنت نقحت كده الستاير يجي ساعه كده ساعه الا ربع. هبتدي بقى اخدهم بقى كده اعصرهم وبعد كده بحط لهم ميه تاني اشطفهم بقى عشان كان دي فيها البرسيل الجل اللي انا قلت لكم عليه ده اللي انا حاطاه. طبعا كانت منزله تراب قد كده زي ما انتوا شايفين بقى كده. وكده كنت خلصت معاكم فيديو النهارده. يا رب فيديو النهارده يعجبكم ويكون عجبكم. ما تنسيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل فيديو بنزله. وبحبكم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.